بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا احلى متابعين قناتي MGB. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واسعد الاحوال. النهارده فيديو جديد من قناتي. فيديو مهم جدا بيهم كل اسره مصريه، واولياء الامور والطلاب، لان احنا النهارده زي ما انتوا شفتوا كده في العنوان بنتكلم عن الدروس الخصوصيه. وطبعا مفيش اي بيت مصري يخلو من طفل في المدرسة وعايز ياخد درس خصوصي علشان يتقوى في مادة معينة. مفيش أي بيت مصري بيخلو من ده. فالنهاردة عايزة أكلمكم عن لايف داليا مصطفى، الفنانة المشهورة طبعا كلنا بنحبها. هي بتتكلم متأثرة جدا وبتتعاطف معانا، واحنا كمان بنتعاطف معاها في أسعار المدرسين الخصوصيين اللي بيدوا دروس. طبعا لو في سنتر برضو غالي أو برايفت في البيت بيبقى أغلى وأغلى. فهي بتتكلم في حدود تقريبا من 700 جنيه ل 900 جنيه الساعة. الحصة ساعة واحدة بتكلفها من 700 جنيه ل 900 جنيه. فطبعا كده حاجة اوفر جدا، بتتكلم في مبالغ عالية جدا علشان هي طبعا ولادها في انترناشونال. حتى لو الأطفال في مدارس عادية حكومية أو في مدارس خاصة، برضو كل حصة ما بتقلش عن 100 جنيه أو 200 جنيه تقريبا يعني. فطبعا ده الرقم بيبقى عالي جدا. هي تقريبا قاعدة طول الفيديو او طول اللايف بتتكلم، بتقول انا مصدومة جدا انا مصدومة جدا. انا مش قادرة اتكلم عن الرقم اللي المدرس بياخده سواء في الحصة او في السنتر. حتى حاولت تحسبها وقعدت تحسبها كده بعدد الساعات اللي في اليوم. هي تقريبا قعدت تحاول تحسبها كده، قالت لك لو المدرس بيدي 7 ساعات في اليوم او 8 ساعات في اليوم في 900 جنيه او في 700 جنيه، بتقولك انا مصدومة من الرقم. طبعا دي ممكن من وجهة نظرنا هي فنانة ومشهورة وممثلة او معاها فلوس. طيب الناس العاديين البسطاء يعملوا ايه؟ طبعا هتقولوا لي مش بندي في 700 وب 800، بس على الاقل مفيش اي سنتر دلوقتي بياخد الحصة اقل من 80 جنيه و100 جنيه وساعات بيوصل ل 200 جنيه. والثانوية العامة بيوصلوا اكتر من كده، حتى لو في السناتر مش برايفت، لان هي بتتكلم على البرايفت برضو اللي هو الخاص في البيت، اللي هو المدرس بيجي في البيت. فهي حاولت تفهمنا ان المدرسين اوفر جدا طبعا. وطبعا مصدومة، قاعدة طول اللايف تقول انا مصدومة من الارقام اللي هم بياخدوها. ولو عملوا 7 ساعات مثلا في يوم هياخدوا كام؟ بتقولك انا مش عارفة انطق الرقم اصلا يعني. مثلا لو هو بيعمل 8 ساعات في اليوم او 7 ساعات في اليوم في 700 جنيه احسبوا انتوا بقى. هي مش عارفة تقول الرقم وانا كمان. هي طلعت مصدومة جدا ومنفعلة جدا في اللايف وبتقول ان هي مصدومة من الرقم وان هي مش قادرة تدفع الرقم دوت. وطبعا لو عمل المدرس الحصة دوبل، يعني لو قعد مثلا ساعتين بتضطر تديله 1800 جنيه. طبعا رقم خزعبلي. حتى لو هو بيدي ولادها على اساس ان هم ولادها في انترناشونال، برضو كل المدرسين العاديين اللي هم بيجوا البيوت او اللي هو بيدي برايفت برضو بيدي بالاسعار برضو مرتفعة. فهي مصدومة واحنا كمان، يعني احنا عايزين نقول لها احنا كمان مصدومين من بدري. بس مش عارفين نقول. هي طلعت بقى لايف بصراحة جدعة جدا ان هي طلعت لايف واتكلمت عن الموضوع ده. حتى عملت انترفيو مع المذيعة ريهام سعيد، وطلعت على الهوا برضو واتكلموا هما الاتنين في الموضوع دوت.
المفروض يا جماعة الموضوع ده يبقى مقنن بين المدرسين، بحيث ان هما يعملوا سعر تقريبا ممكن يكون موحد لكل فئة عمرية. هي بتصرخ من المصاريف، واحنا زي ما بقولكوا كده من وجهة نظرنا ان هي مثلا معاها فلوس او قادرة ان هي تدفع. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا كمان بنصرخ وعايزين نقول لها ان احنا فعلا اولياء الامور كلهم دلوقتي مفيش اي بيت مصري بيخلو من وخاصة لو ثانوية عامة بقى، يعملوا ايه؟ ربنا يكون في عونهم بجد. أول ما عملت المداخلة مع ريهام سعيد، هي في الأول حبت يعني تشكرها، قالت ريهام سعيد إن هي بتحب داليا مصطفى جدا، وهي عاملة توازن جامد جدا في فنها وشغلها وبيتها. إن هي بتحترمها يعني على أساس هي مهتمية بالبيت والأولاد والشغل والفن. وحبت طبعا تساعدها في المشكلة بتاعتها ديت، ان هي بتقول لها انا ولادي كانوا بياخدوا دروس في الجامعة كمان. فحست ان داليا مصطفى اتصدمت يعني، كمان يعني احنا بنعاني هنا من الكيمياء والثانوية العامة والابتدائي او الاعدادي والدروس، وانتي كمان جاية تقوليلي ان ولادك كانوا بياخدوا دروس في الجامعة. فاتصدمت اكتر. وهقول لكم كمان على حاجات. هقول لكم كمان ان هي صدمتها اكتر واكتر، قالت لها ان هي كانت بتدفع في الساعة بتاعة الجامعة، مدرسين في الجامعة 1300 جنيه. فتحس ان داليا مصطفى اتصدمت اكتر واكتر. ف فريهام سعيد صدمتها اكتر واكتر، وقالت لها انا متألمة جدا جدا، لان كانت الفترة دي عليا مرت ان انا كنت ما بتشتغلش يعني. وكانت ملزمة ان هي تكمل تعليم الاولاد عندها. المذيعة ريهام سعيد قالت لها انا حاسه بيكي وان انتي طالعه مش بتهزري او بتسخري. انا حاسه ان انتي متضايقه، فانا حبيت اشاركك في المعاناه اللي انتي بتعانيها، واقولك ان انا كمان عانيت من المعاناه ديت. وبتقول لها وجهة نظرها كمان. عايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا 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 ريهام سعيد قالتها المذيعة في البرنامج بتاعها، وهي بتواسي الفنانة داليا مصطفى، بتقول لها انا اعرف مدرسين بالاسم بنوا قصور وجابوا احدث موديلات عربيات من الدروس، وده فعلا حقيقي بيحصل. قالت لها كده في البرنامج بتاعها على قناة الشمس. المذيعة ريهام سعيد قالت لها بجد انت كنتي وانتي بتتكلمي لايف انتي مساتيني من جوه بسكينة جامدة جدا. لان انا عانيت من الموضوع ده كتير جدا. كمان هما بيتكلموا في البرنامج، وقالت لها انا عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا. اليوم اللي قبل الامتحان ده المدرسين بيعملوا فيه مع العدد والكم، اليوم الواحد بيقف عليهم ليهم يعني ب750,000 جنيه فيما أزيد. ده أقل رقم بياخده أي مدرس بسيط جدا جدا جدا، إن هو بيقف اليوم اللي قبل الامتحانات ده سواء في ثانوية عامة أو في أي مرحلة من عمرية تانية، بيقف معاه ب750,000 جنيه. ده أبسط رقم بياخدوه المدرس ده قبل الامتحانات. هي كمان بتقول لها ان المبلغ ده معلهوش اي قيمة او ضرائب عليه. فبتقول ان احنا كمذيعين او ممثلين بيتاخد مننا ضرائب، انت مدرس ما بيتاخدش منك ما شاء الله بالمبلغ ده ضريبة. فكمان يعني صافي ما شاء الله الله اكبر ربحه. فبتقولك احنا مذيعين وممثلين اللي بتقولوا علينا بناخد فلوس، احنا بيتاخد علينا 10% تقريبا ضرائب او حاجة كده. فالمدرسين ما بيتاخدش معاهم ضرائب. عايزة اقول لكم ان هي المذيعة ريهام سعيد نهت معاها الحوار بطريقة فاني جدا جدا. قالت لها انت هتعملي ايه في دروسك بقى دلوقتي بعد اللايف الجميل اللي انت عملتيه ده، لان مفيش اي حد من المدرسين هيجي يرضى يدي عيالك دروس. قالت لها امهات زمايل ولادي كلهم قالوا لي كده، وفعلا محدش راضي يروح ليها الدرس برايفت ولا في سنتر ولا اي حاجة بعد ما عملت اللايف ده.
يا جماعة متخيلين إن هي بتقول لِك إن هي مدخّلة ولادها ما شاء الله، الله أكبر، الفنانة داليا مصطفى مدخّلة ولادها في تاني أحسن مدرسة في جمهورية مصر العربية، طالعة المستوى بتاعها التاني، وإن المدرسين بتوع المدرسة بتوع ولادها بريطانيين يعني مش مصريين كمان، يعني جنسية مختلفة تمامًا، وإن هُم بيدفعوا قد إيه وعايزة تدّي لولادها دروس. طب المدارس الحكومية دول يعني المفروض إن إحنا بقى مش ندّيهم دروس، المفروض ندّيهم درس في الفضاء مثلًا والّا إيه؟ يعني لمّا هي المدرسة بتاعتها بتدفع ليها مبلغ وقدره وإن هي مدرستها تاني أحسن مستوى في الجمهورية، طالعة التانية في الترتيب، فبتعاني وعايزة بتدّي دروس. طب ليه؟ يعني أُمّال فين دور المدرسة اللي هي دافعة لها مبلغ وقدره دوّة؟ فين دور المدرسين اللي هم الأجانب البريطانيين والأمريكيين والكلام ده كله؟ طيب أنتِ بتدّي دروس ليه بقى لمّا هي المدرسة كويسة جدًا؟ المفروض الدروس دي بقى للمدارس الحكومية اللي فيها 70 و80 طالب والديسك الواحد بيبقى فيه تقريبًا 4، يعني مش عارفة هي عايزة تدّي دروس ليه؟ الفنانة داليا مصطفى كمان قالت لها يعني هم كل المدرسين فعلا ما بيشرحوش في المدارس ولا الأطفال هم اللي مش بيركزوا في المدرسة. فتساءلت هذا السؤال وأنا كمان بتساءل هذا السؤال، وبصراحة عايزين حد يقنن موضوع السناتر والمدرسين الخصوصيين اللي بيطلبوا مبالغ خرافية. وطالما في ناس مشهورة وطالما في ناس اتكلمت في الموضوع ديّة دَوًّا اللي هو بيعانوا، إحنا أكيد يبقى إحنا مش بنعاني، إحنا بنصرخ بقى. فيعني وجهة نظركم إيه في الموضوع؟ بصراحة عايزة أعرف. هُم في النهاية قالوا يا جماعة نتكاتف كأولياء أمور، وإن إحنا ما نوافقش على استغلال المدرسين لأولياء الأمور. فبصراحة يعني ربنا يكون في عوننا كلنا من حكاية الدروس الخصوصية، وينجّح أولادنا ويفهّمهم فهم النبيين، لإن بجد يعني الموضوع ده بيعاني منه كتير أوي من أولياء الأمور، وربنا يعني ينجّح ولادنا كلنا. وعايزة مستنية آرائكم في الكومنتات. قادرة عارفين لما يجيلك صدمة فما تبقاش قادر تتكلم أصلا. مصدومة جدا، مصدومة جدا جدا. اللي هو فيرتن، يرتن اي جي. تخيلوا رقم، قولوا رقم بياخد كام في الساعة، قولوا رقم، حد يجاوبني كده. شايف رقم؟ ها، يلا أكمل. قول كده، قول يا يحيى. لا الرجالة ممكن ما يبقوش عارفين، مش هتبقوا عارفين. anyway 700 جنيه، 700 جنيه في الساعة. اوكي. وبتقول لي انا كلمت ابن، يعني هو بيدي ابني، وحاولت انزل معاه اي بي غير الاي جي. الاي بي اصعب، فبياخد 900 جنيه في الحصة. هل انتم متخيلين الرقم ده؟ 900 جنيه في الحصة. ليه؟ وليه مفيش كنترول؟ يعني بجد، يعني انا اسفة جدا اني بقول كده، وانا اتفرجت على برنامج لميس وشفت دوت، وشفت ان الحكومة عايزة تتدخل في القصة دي، which انه شيء لطيف جدا. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني ايه؟ يعني ايه 900 جنيه في الحصة في الساعة؟ يعني نقول لو الأستاذ بيدي كام؟ 7 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم، 8 في 900، يعني 8 في 9 بكام؟ أنا مصدومة من الرقم، أنا مش عارفة حتى أحسب ولا عارفة أتكلم. يعني نقول الراجل مثلا بيدخل 8000 جنيه تقريبا، أقل شوية، 7 مثلا، 7 في اليوم. انتوا سامعين انا بقول ايه؟ بس عشان انا بحبك وقمر، وسيبكم من قمر دي انا بتكلم معاكم في شيء مهم جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله، في ناس مقتدرة انها تدفع الرقم الخزعبلي ده. طب الناس الطبيعية بتعمل ايه؟ انا مش فاهمة. هو انا صوتي طالع؟ انتوا سامعيني؟ انتوا سامعين انا بقول ايه ولا مش سامعين انا بقول ايه؟ سامعيني؟
لا انا مش مصدقه، انتوا سامعين انا بقول ايه؟ انتوا بتقولوا انتوا مساء الخير مساء الفل مساء الخير ايه؟ احنا الصبح.